هتنسحبوا امتى من لجنه ال50؟ مش ده دخلناش عشان ننسحب اساسا، دخلنا عشان نشارك وعشان ننجز دستور توافقي. كنا بنتكلم في كده في بس انا قلت له اكتر حاجه بتضايقني كل ما اروح واحنا داخلين عشان ننسحب يا جماعه، احنا داخلين قررنا المشاركه ادراكا منا للظرف الدقيق زي ما قلت في المداخله مع حضرتك يا استاذ جمال، واللي احنا داخلين عشان نشارك في دستور توافقي، لان احنا مدركين ان الدستور ده اذا لم يعبر عن حاله توافق. بص يا جمال، حكى لنا تجربه لما دخلنا للصناديق قبل كده في ظل انقسام مجتمعي وسياسي، المشاكل ما اتحلتش، بالعكس كان الانقسام بيتعمق اكثر واكثر. فاحنا اتعلمنا من التجربه دي. اوعى تفتكر ان انت لما هتقفز على المشكله، كنت بتكلم مع باشمهندس حسام ان في المرحله السابقه كان جماعه الاخوان بتنتهج سياسه القفز على المشكله، القفز على اما بالحشود او بالنفس الطويل. فهو عملها اكثر من مره ونجحت معاه، هو ما نجحتش معاه في الحقيقه، لا ده هو كان بيقفز عليها وكان الاحتقان بيزيد ويزيد ويزيد، مشكله ورا مشكله ورا مشكله ورا مشكله لحد ما حصل الانفجار الهائل في نهايه الامر. احنا مش عايزين نفس الامر ده كده، ان في ناس معترضه، ما فيش الشعب كله راي واحد يا عم، في انقسام، في ناس بتمارس عنف وفي ناس ثانيه لها رؤيه سياسيه مخالفه، محتاجين حد يكلمهم، محتاجين حد يحسسهم انتوا مش مستهدفين، اللي حصل في 30/6 مش ضدكم كتيار ديني بكامل انواعه بشتى انواعه. لا هو حصل ضد ممارسات، حصل ضد مش ضد الدين، مش ضد ولا ضد التيار كله، ولا ضد التيار كله، ولا ضد التيار كله. ده لازم يكون واضح جدا. بس هو على المشاكل وحل في نقطه هنا يا استاذ شريف برضه بترجعنا تاني لاول حكايه التيار، لانه الحقيقه هي الفكره كلها مبنيه على ان هناك تيار يسمى تيار الاسلام السياسي. انا نفسي شايف ان التيار الاسلامي التيار الاسلامي بيتضرر من هذا المصطلح. عارف ليه؟ لانه بيفصله عن سائر الشعب، لانه بيحطوا التيار الاسلامي كده في جنب وبقيه الشعب المسلم المتدين. اما انتوا بتسموا نفسكم ايه؟ انا بقول لك انا اتمنى ان توجد تسميه اخرى لهذا. قول لي انت طيب، والله بجد انا قول لي عايزين تسموا نفسكم ايه؟ تيار وطني، ممكن تسميه بقى تيار محافظ دينيا، محافظ سميه الكلام ده، سميه الكلام ده. في بعض السياسيين بيسميه زي انجيلا ميركل في المانيا التيار اليميني المسيحي المحافظ. بس خلي بالك عشان هم هناك كلمه المسيحي دي بس هي يعني كلمه، انما مش زي يعني لان دين الاسلام ليس كغير المسيحيه، ما فيش فيها شرائع اساسا يا زلمه. المسيحيه انا مش عايز اخش في المناقشه دي ارجوك. مختلف، الاسلام دين شامل لجميع مناحي الحياه. انا يعني مش عايز اخش في المناقشه دي لانها ممكن يعني لا احنا توصلنا دي ثوابت ان الاسلام شامل لكل مناحي الحياه، في قدر ثوابت وفي قدر متغيرات كبير جدا، اللي هو اغلب مشاكل الحياه بتكون داخله في المتغيرات. مش شامل لا شامل، هو له راي بس متغير، ما هوش قطعي. هو اتفق معاه شامل. هي القصه في ايه؟ قول لي. انا على فكره انت متاخر. صح كده. انا بس عشان تبقى عارف، لان الاستاذ شريف لديه ارتباط فهو كان شارط عليا، هو تستنى معانا 5 دقايق. لا خلاص انا كده وخلاص قربنا. انا بس عايز اقول حاجه على فيديو الدكتور ياسر. الدستور بيعبر عن الحد الادنى من التوافق. الدستور ده مش دستور السلفيين ولا دستور الاخوان، وده ادراك منا لذلك. الاجتماع ده كان مع مجموعه من المشايخ السلفيين والاتجاهات الدينيه الاخرى اللي كانت شايفه ان الدستور ده ما عبرش عن الرؤيه اللي هم بيتبنوها. فالاجتماع ده كان الغرض منه ان هو يبين لهم ان الدستور ده مش بيعبر عن رؤيتكم انتم، بيعبر عن الرؤيه المصريه بشكل متكامل. انا ما بتكلمش عن نقطه